بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. يلا بينا نتعلم ازاي نعمل عيش بلدي بأبسط الاماكن وبأبسط الطرق وبأحلى الانتاج، وان شاء الله بإذن الله الفيديو يعجبكم وينال ارضاكم. آه اللي لسه مصلاش على النبي يصلي على النبي ويذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا اله الا الله محمد عبد الله ورسوله. يلا بينا على الفيديو. معانا في الاول كده كيلو ونص من الدقيق، عليه معلقه واحده من الملح، نص معلقه صغيره من السكر، رشه بيكنج باودر اختياري بس انا كده كده كانت عندي فحطيتها. تمام. معايا كيس خميره فوريه. تمام، لحد دلوقتي احنا ماشيين تمام. قلبنا المكونات الجافة مع بعضها. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ما عملنا خلطنا دول بنجيب ميه دافيه عشان احنا خلاص بقينا في فصل الشتاء رسمي، فلازم ميه تكون دافيه عشان العجين دي بيكون رطب، الخميره بتكون رطب عشان طبعا الجو بقى ساقع فبتكسر شويه الخميره، فعشان كده احنا بننشطها بالميه الدافيه وبشويه السكر اللي احنا بنحطهم في العجين. تمام. هبتدي ان انا اعجن وانزل الميه تدريجي، اي عجينه فيها دقيق وفيها سوائل بننزل بتدريجي، الا لو كانت الوصفه هي اللي محدده لنا او اجبرانا ان احنا ننزل بالدقيق مره واحده، ننزل بالسوائل مره واحده. تمام. اي عجينه في الدنيا حطوها قاعده بننزل بالميه بتاعتها تدريجي. تمام. هننزل بالميه تدريجي واحده 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 لحد ما تتكون معانا عجينه طريه. زي ما انتوا شايفينها كده يعني كل دي اختفى وبقت عجينه طريه في نفس الوقت. لسه ما بقتش عجينه عيش، بس عجينه طريه كده برضو. خلاص احنا لمينا العجينه، وبنبدا ان احنا بقى ايه نزود شويه صغيرين بشويه صغيرين، شويه صغيرين بشويه صغيرين لحد ما نوصل للقوام المناسب. عجينه العيش او اي عجينه طريه عامه ما ينفعش ان احنا نزود عليها الميه مره واحده عشان خاطر ما تفصلش، عشان خاطر تطلع مظبوطه معانا. اي عجينه سايله بتكون محتاجه طريقه شويه في العجن. تمام. صلوا على النبي واذكروا الله. عجينه العيش بالذات لازم تعجنوا فيها لحد ما تبقى ناعمه، هي ما بتاخدش معاكم عجن كتير بس هي لازم تكون ناعمه معانا. تمام. بصوا احنا هنا بنختبرها، ودي للناس المبتدئه ده كده العجين تمام بالنسبه لها. عجين طري بس متماسك في نفس الوقت. طري بس متماسك، دي اهم خطوتين، طري بس متماسك. انا بالنسبه لي عشان انا متمكن وبحب العيش يكون طري اكتر هزود له شويه ميه، لكن دي مش حاجه اجباري، ده اختياري عشان خاطر بس انا بحب العيش طري. تمام. ظبطت عجينتي ولميت عجينتي وظبطت الطبق اللي انا عاجن فيه، وهسيبها تخمر. مفيش احسن من كده. اهم حاجه نظبط دنيتنا ودنيتنا تكون تمام ومتهندله، هنقدر على اي حاجه باذن الله. صلوا على النبي. لسه مصلاش على النبي. وكده العجينه بتاعتنا غالبا خمرت، صح؟ كده العجينه بتاعتنا كانت خمرت. انا الطبق كبير ما شاء الله على كميه العجين اللي هو كيلو ونص، بس انا ايه دايما مقتنع بفكره لو عجينك قليل كبر معونك، عشان فاهم ربنا يزيدنا ويزيدكم يا رب من البركه، ويرضينا ويرضيكم باذن الله. طيب هنقرص ازاي؟ هو غالبا كلنا بنعرف نقطع يعني نقرص، دي مش حاجه صعبه، بس انا حبيت ان انا ادخلها معانا في الفيديو عشان يبقى الفيديو كامل. صلوا على النبي واذكروا الله. الطبق فيه شويه زيت، ناخد حته العجين، ايد في الزيت وايد في العجين، نطبق نظريه ودني من طين وندني من عجين، بس دي بقى ودني في الزيت وودني في العجين، ايد في الزيت وايد في العجين. تمام. صلوا على النبي واذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، لا اله الا الله محمد عبد الله ورسوله. تمام. هبتدي ان انا الايد اللي فيها الزيت دي هي بتكون بتسند العجين، والايد اللي فيها العجين هي بتلم العجين بتكوره، بتلم العجين بتكوره لحد ما يبقى كوره معانا، وببدأ ان انا اسيبه. انا اسف اصلا التصوير في النقطة دي ما كنتش عارف اصوره، ايديا فيها عجين فمش عارف اظبط الكاميرا كويس. تمام. صلوا على النبي واذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، لا اله الا الله محمد عبد الله ورسوله. خلصت الكمية اللي معايا. بنفس الطريقة. هو عامة الكيلو ونص ما شاء الله يعني يرمي كمية معايا لو انا عملته صغير، انا كنت عامله صغير بس مش صغير قوي، عشان خاطر عشان اعرف اعلمكم فيه. الصغير بيكون سهل في الفرد وسهل في التقطيع وسهل في العجين، سهل في كل حاجة، حتى سهل ان احنا نرميه في الفرن. فانا مش عايز كده، عشان كده مرضيش اعمله كبير، قلت اعمله صغير عشان تعرفوا يعني تعرفوا تعملوه كله. تمام. طبعا التقطيع ده يرجع لكم، بس احنا ممكن نقطع بدقيق لو مش عرفناش نقطع بالزيت، ممكن نقطع بمية لو ما في الزيت. تمام. بس هي افضل حاجه بتكون الزيت لانه ما بيخليهاش تلزق في الايد. كده العجين بتاعنا اتقطع، هسيبه يخمر. تمام. جينا بقى للمرحله التانية. فرني شغال وبدأ يسخن، درجة حرارة عالية. طبعا كلنا عارفين ان العيش ده مينفعش غير في الفرن البلدي. تمام.
حطيت الاول شويه دقيق على المطرحه، احنا عشان الناس مبتدئه هنحط دقيق بس، مش هنحط دقيق على رده. تمام. خدت الرغيف. ازاي بناخد الرغيف؟ هوريكم فيما بعد. بالاول خالص بنبطط الحواف بتاعه الرغيف، وببدا ان انا اعجبز بيه. الطريقه دي طريقه المطاعم اللي انا اتعلمتها في المطاعم اللي احنا بنشتغل بيها في اي مطعم، اللي هو بنمسك كده عشان سرعه، وفي نفس الوقت سريعه وبتخلط الرغيف مدور. بس دي للمحترفين اكتر، او مش لكل الناس بتعرف تعملها، عشان صعب. دي الطريقه دي اللي هي الناس كلها بتعرف تعملها. بصوا ما شاء الله، ما خدش ثانيه وبيكون الرغيف خلصان. بنرميه في الفرن. طيب احنا بقى بنعمل ايه؟ بناخد الرغيف من على البتاع ايدينا. طبعا احنا بنبقى مكترين الرده تحت الرغيف عشان خاطر نعرف نمسكه ما يلزقش في ايدينا، عشان احنا لسه مبتدئين. هناخد الرغيف طبعا بنبقى حاطين دقيق على المطرحه، بناخده ونحطه على المطرحه كده سهل. او ايدينا اللي ماسكه الايد بتاعه المطرحه هي اللي بتتحرك، الايد التانية بتكون ساندة المطرحه بس. تمام. وبنبدا ان احنا نلف العجين تاني اهو. قلنا الرغيف تعالى تعالى تعالى، نيجي واخدين الرغيف حاطينه على المطرحه. اول حاجه بنظبط بنخف حروف الرغيف، بنخليها بدل ما تبقى حته عجينه، لا بنخفها عشان ما تبقاش العجينه تخينه معانا، نعرف تسهل علينا الفرد. ايدينا بتحرك، الايد اللي هي ماسكه الايد بتاعه المطرحه هي دي اللي بتتحرك، الايد التانية بتكون ساندة المطرحه بس. تاني بنمسك الرغيف معانا، بنحطه على المطرحه، وبنعمل ايدينا كده زي ما انتم شايفين، بنعمل نظبط الحروف. وبعد كده بنبدا ان احنا نعمل كده. لحد دلوقتي غالبا الموضوع بقى سهل معانا، والموضوع بقى بسيط معانا. كل حاجه باينه معاكم في الفيديو، ولو في حاجه مش فاهمينها انا ببسطها لكم ببقي يعني بالكلام. غالبا انتوا لحد دلوقتي كله تمام. ايد اللي بتتحرك هي الايد اللي ماسكه المطرحه، ولو العجين حسينا ان هو رزق زي كده بنيجي زودين شويه دي على حرف المطرحه، بنيجي حاطين الرغيف عليها. صلوا على النبي واذكروا الله. ده واحد لازق. بنعمل ايه؟ بنيجي فاتحين يعني حاطين شويه رده او شويه دقيق، ونيجي عاملين بصبعنا كده بنقطع الفاصله او العجينه اللي بتكون بين ده وبين ده. تمام. تاني اهو حطينا الرغيف على المطرحه، ظبطنا الحروف بتاعته. ايدينا اللي بتكون ماسكه الايد هي اللي هتشتغل، هتشوفوها دلوقتي. بصوا هي دي اللي بتشتغل. تمام. غالبا لحد دلوقتي احنا تمام قوي، وسهل علينا الموضوع ان شاء الله يعني باذن الله. هو عامه موضوع العيش بالذات بيكون استمراريه اكتر. تمام اهو. حطيت لكم رده برضه عشان اللي ما عندوش دقيق يعمل. عايز اقول لكم على حاجه، انتوا مادام انتم مظبطين فرنكم، مادام انتم مظبطين المطرح بتاعكم، مش بيحصل اي حاجه. طيب خلصنا مرحله الفرد والرمي. احنا بنفرد ونرمي، مش بنسيب. تمام. هعلمكم طريقه الرمي ده. بصوا احنا بنحط حرف المطرحه على الفرن ونيجي ندخله. واحد يبوظ مش مشكله، هو ده كده عامه ما باظش. هو ده الرغيف اللي هو كان طالع بره السنه، بس هو مجرد ما بيشد باجي لفه الناحيه التانيه وخلاص. الموضوع خلصان ما شاء الله. شويه عيش حلوين قوي، بس نتبع الخطوات كلها صح. بصوا الرغيف اللي احنا رميناه مع بعضينا، اول ما شد معايا رحت لفه ورحت مدخله الفرن. هتشوفوه دلوقتي وهو بيقب، وهتشوفوه وهو بيطلع ما شاء الله. حته شويه عيش سكر. احنا لو نتابع نمشي على الخطوات بتاعه الفيديو هنوصل لطريقه عيش ممتازه. زي ما انتم شايفين كده الفيديو، الرغيف بدأ يطلع معانا نارنا عاليه ما شاء الله، والرغيف بتاعنا بيطلع. مفيش اسهل من كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما شاء الله بجد حاجه جميله جميله جميله. بنسيبه بقى لما بنحس ان هو استوى من حته، بنلفه من الحته التانية عشان خاطر كل الرغيف يستوي معانا وكل الرغيف يقب. العيش ده لو ما قبش عادي مش مشكله قوي ان هو يقب او ما يقبش، ولكن هي بتكون فرحه كده لما الرغيف بيقب، كده بنفرح ايه الرغيف هب كده عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وان شاء الله باذن الله نعمل احسن حاجه لينا ان شاء الله. بصوا الرغيف اللهم بارك من تحت، يعني هو المفروض يعني نار عاليه سنه، بس انا بحبه كده، انا بحب النار تكون عاليه كده. كده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. يا رب تكونوا اتبسطتوا، يا رب تكونوا عرفت ان انا اقدم لكم معلومه. انا اسمي مصطفى. لايك وشير، لسه ما عملش لايك وشير، وصلوا على النبي واشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد من عندي. وحابب اقول لكم ان دي اول مره في حياتي اعمل عيش ويطلع حلو قوي قوي كده. بجد شويه عيش ما شاء الله حلوين تراي جمال. ما شاء الله عليهم، يعني زي هما بيتكلموا عن نفسهم. شكلهم احمر خمرانين كويس مرتاحين حياتهم، زي ما بقول لكم شايفين طريه ازاي. السلام عليكم.